في ناس طول شهر رمضان بيفضلوا يعانوا في صمت، لان بتجيلهم الافكار الدينيه السيئه او سب في الدين غصب عنهم، وبيفضلوا مرعوبين وحاسين بالذنب ومش فاهمين انا ليه بعمل كده. لكن ما تقلقش، دي مش افكارك انت، دي افكار وسواسيه قهريه، وبتيجي دايما عكس قيمك وايمانك تماما. واللي بيعاني من النوع ده من الوسواس القهري هو بيكون غالبا اكتر واحد متدين وحريص على دينه. وفي رمضان مع قله النوم وزياده العبادات والاجهاد النفسي والجسدي بتبدا تخلي الافكار زياده جدا عليك تؤثر على العباده بتاعتك وتخليها مليانه خوف بدل الراحه والطمانينه. وده مش كفر ومش ضعف ايمان ومش ذنب عليك، ده اضطراب نفسي قابل للعلاج. وهنا دور العلاج النفسي ان هو يساعدك تفهم الافكار اللي بتيجي وازاي تتعامل معاها من غير رعب ومن غير خوف ولا احساس ذنب، وترجع العباده لطبيعتها من غير صراعات جوه دماغك. لو الكلام ده لمسك فانت مش لوحدك ومش مضطر تتحمل كل ده لوحدك. احنا في يوتوبيا موجودين علشان نفهمك وندعمك تتجاوز الألم النفسي من الافكار الدخيلة على عقلك الوسواسية، ونساعدك تعدي رمضان وكل شهور السنة من غير قلق ولا خوف ولا توتر.